السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيف منيرة. اليوم باش نوريكم طريقة تحضير خبز البانيني في المنزل. طريقة سهلة وبسيطة ونبدأ. أول حاجة ناخذ 300 مليلتر ماء دافي ونزيدوا عليه مغرفة سكر وباكو خميرة تاع خبز، ونحركهم كل مع بعضهم كيما هكا ونخليهم يتفاعلوا مع بعضهم دريج من زمان. ومن بعد ناخذ العجانة نصبوا فيها 600 غرام فرينة ونزيدوا عليها الخليط اللي حضرناه متاع الخميرة، وتو نركبوا الماكينة متاعنا ونحطوها تعجن. تو كي تلمت العجينة نزيدوها شطر كاستي حليب دافي، وكم نزيدوا عليها مغرفة صغيرة ملح، ونخليو التعجين بالباقي حتى وين توصل القوام هذا. واخر حاجة نزيدوا عليها 50 غرام زبدة بحرارة الغرفة، وخليها تتعجن في عقلها حتى توصل القوام هذا العجينة. تو نبلو يدينا بالزيت ونلموا العجينة كيما هكا. شو ما شاء الله العجينة كيش تجبد وطرية. وتو نكعبروها كيما هكا ونرجعوها في وسط العجانة ونغطيوها من بعد بالبابيه الفري. نزيدو نغطيوها بالمنديلة ونخليوها ترتاح مدة ساعة من زمان. وتو شوفوا ما شاء الله العجينة كيفاش خمرت وطلعت بالباهي. كل عادة نبلو يدينا بشوية زيت، تو ننزلو هكا بكف يدينا باش نحيو الغاز متاعها، ونلموا العجينة ونحطوها على الطاولة ونرشوا شوية فرينة على الطاولة، ونحطوا العجينة متاعنا نكعبروها كيما هكا ونقسموها على 8 قطع متساوية. تو كل طرف نكعبروها هكا بيدينا ونحطوها على جنب. حتى ونكملوا الكمية اللي عنا. وتو ناخذوا هكا بالكعبورة ونحلوها بيدينا على شكل مستطيل، ونجو من الطرف نبداو نبرموا فيها بشوية بشوية بالطريقة هذه. وبعد في الاخر نسكروا هكا بصوابعنا ونعاودوا نبرموها شوية، نحطوها على طبق مدهون بالزيت على الشيرة اللي سكرنا بها العجينة، ونكملوا نشكلوا بقية العجين بنفس الطريقة. وتو نغطيهم بالمنديلة ونخليهم يرتاحوا ربع ساعة. شو ما شاء الله كيش تنفخوا. وتو نحطوهم في الفور يطيبوا على 180 درجة مدة 10 دقائق. ماذا بك ما تخليهمش حتى من يحمروا. وشوف ما شاء الله كيش طلع عندنا الخبز خفيف ومزيان. تو نبداو نقصوه بسكينة كيما هكا على 2، نحطوا فيه الجبن مثلثات والهريسة، ونزيدوا عليه موزاريلا عربي، واخر حاجة نحطوا التون متاعنا ونحطوه في ماكينة البانيني يطيبوا. بالنسبة لكمية الخبز البانيني اللي قعدت لنا نجموا نستحفظوا بها في ساشيات صحية في البيت ثلج، وقت ما عيدك تمدك الكعبات وتطيبهم. وشو ما شاء الله كي طابت شو كيش طلعت بنينة وخفيفة وصحية، حاجة عملتها في الدار بيديك وتاكلوا بالشفاء، وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم.